التي سالته المعركة وعملتوها ودي كده وانت تبقى رئيس الدولة. لا نحن كنا متفقين على الإطاحة بأمين الحافظ وصلاح الجديد، هي فيما بين اللي رفض حافظ الأسد في بيته، هو عرض علي الإطاحة باثنين، أنا قلت له لا بصلاح الجديد. جينا نحن عرض عليك حافظ الأسد إيه؟ طبعا في بيته، وهو اللي اتصل فيني. امتى تفتكر؟ كان وزيرا للدفاع، يعني قبل 23 شباط بفترة منيحة. شهرين ثلاثة، شيء 4-5 أشهر. يعني إرهاصات الانقلاب بدأت يعني اكتشف مع الصراعات حافظ الأسد، صرنا نحن مكشوفين عم نشتنع دون خشي أو خوف من أي جهة، لأنه معتبرين حالنا نحن القوة الضاربة القادرة على التغيير. فنجتمع في مكتب سليم حاطوم مثلا بالإذاعة والتلفزيون، نجتمع في بيتي، نجتمع عشان تخططوا للانقلاب. مع الأسف على المكشوف، يعني لأنه ما لنا خايفين. حافظ الأسد وإسرائيل ما بتفكروش فيها ولا لحظة؟ ما لها علاقة إسرائيل بالموضوع، ما أخذنا رأيها. أنا بس باخد لا يعني ما بتفكروش إنكم بلد مواجهة مع إسرائيل وفي حرب وفي ناس تانية عمالة تعمل اجتماعات وإسرائيل عدو وكذا، ما فيش تفكير يا سيدي. راح أقول لك شيء أخطر من هيك طالما قاطعتني. ترتب علينا بمؤتمر القمة عندما قلت لك في مرة سابقة أنه جمال عبد الناصر كان عم يقلب صفحاته بيقرأ مقررات أو نعم. أعمال رؤساء الأركان وإلى آخره، وأمين الحافظ بده يخترق إسرائيل خلال 24 ساعة. يعني تقرر أنه في التزامات على كل دولة من الدول، نعم صح، أنه تقدم مبالغ تهيئة بعد 10 سنوات لحتى نصير كذا. اللي حدث أنه حصة سوريا اللي ترتبت علينا بناخذ أكثر مما نعطي نحن عشان تعمل دولة مواجهة.